لا. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ومنطقة جديدة من المناطق السياحية الفرنسية. اليوم غادي نزور واحد الجزيرة اللي سميتها جزيرة مادام. هاد الجزيرة اللي كتشوفوا قدامكم لهيه، وغادي نمشيو لها بالطوموبيل ان شاء الله. ما تخافوش كاينه الطريق، ولكن اليوم ما نقدروش نمشيو لها. وهاد البانوات هادو هما اللي كيقولوا لنا ما نقدروش نمشيو لها اليوم. اذا اللي بغيتو تعرفوا علاش بقاو معنا. كما كتشوفوا هذه هي البلاصه ولا هذه الطريق اللي كتدوز للجزيره. وهاد البلاصه اللي كتشوفوا فيها الماء هي مناطق ديال زراعه بلح البحر ولا فواكه البحر بحال لي زويتر الميعه ولا ما عرفتش كيفاش كتسميو. وبطبيعه الحال غتجي معايا البنيه والمدام لجزيره مادام. بقاو معنا باش تشوفوا هاد الجزيره الزوينه والرائعه والمرافق اللي فيها. البلايكور اللي وريتكم قبيله اللي هما قدامكم هنايا كيقولوا بانه ما خصكش تقطع ولا رد بالك. الا قطعتي راه تقدر الطوموبيله ديالك تغرق، وحتى البشر الا مشيتي على رجليك. علاش؟ لانه كاين المد والجزر. وهاد الطريق اللي غتوصلنا لجزيره مادام هي طريق اللي كتعمر بالماء ديال البحر ملي كيكون المد. يعني خصنا نتسناو حتى يكون البدايه ديال الجزر عاد باش نقدروا نمشيو وندخلوا. وهنا كيقولوا لنا حتى الغدا مع 12 عاد باش تقدر تدخل، والا الا دخلتي دابا تقدر تدوز حيت باقي واحد شويه ديال الطريق كيبان، ولكن تقدر تبات تما ولا ضروري ما غتبات تماك. المهم خليكم مع هذا المنظر تشوفوا كيفاش الماء كيعمر ديك الطريق اللي كتبان لكم قدامكم هنايا. وحتى الغدا ان شاء الله، وعاد باش نرجعوا باش نديروا واحد الدويره فيها. كيف قلت لكم ما نقدرش نمشي ليها، ولكن هكاك واحد الراس كان كيقول لي نقدر نغامر، غير هو انا ماشي بوحدي. وإلا غامرت غاديش نغامر بحياتي بوحدها، ولكن غادي نغامر بحياة وليداتي وعائلتي. دونك ما فيها باس نصبر. واليوم شوف هاد الجزيرة غير من البعد، وغادي نغتنم الفرصة باش نعيش احسن غروب شمس في هذا العام. جزيرة مادام هي جزيرة فرنسية في مياه الخليج ديال كاسكول، مقابلة مع لا شارونت ماريتيم. هذه واحد الجهة من الجهات ديال فرنسا، وهي في الأرخبيل ديال شارونت. ليل مادام ولا جزيرة مادام هي تاني أصغر جزر شارونت الخمس. يعني كاين 5 ديال الجزر اللي كينقص الحجم ديالهم كل عام. كاين ليل دو ري، ليل دوليرون، ليل دو نول، ليل مادام او ليل ديكس ولا ليل دي. هي محسوبه على لا شارونت ماريتيم اللي كاينه في الجهه ديال نوفيل اكيتان. المساحه ديالها 780 متر مربع، يعني ما واصلاش حتى كيلومتر مربع. الطول ديالها 800 متر والعرض ديالها 400 متر. وهاد الطريق اللي كتدخل ليها فيها كيلومتر واحد.
وهي مصوبة غير من الكاياس والرملة. السمية ديال هذه الجزيرة تخدات إما من آن دو غاون شابو، وهي العشيقة ديال الملك لويس 14، أو رئيسة دير النساء أو الراهبات لابي أو دام دي سانت، اللي كانوا كيلقبوها بمدام دو سانت. وفي واحد الوقت كانت سميتها جزيرة لاغارين لأنها كانت عامرة بقنية، وهذيك القنية كيسميوها لاغارين. وفي الوقت ديال الثورة كانت سميتها جزيرة المواطن، ليل دو سيتويان. الجنوب الشرقي ديال هذه الجزيرة كاين واحد الصليب كبير مزوق بالحجر في الأرض في البلاصة اللي تدفن فيها 254 كاهن من أصل 829 كانوا رحلوهم وماتوا في 1794. صراحة كانوا جاو باش يحجوا، حيت هذه من البلايص الكثيرة اللي كيحجوا لها المسيحيين هنا في فرنسا، بحال لو مون سان ميشيل وبزاف ديال البلايص. وكانوا حبسوا هاد 829 كاهن حيت رفضوا اداء القسم على الدستور الجديد في ايام الثوره، وداوهم في فاطوات كانوا كيخدموهم العبيد، وكانوا ماتوا غير بالقهره والعيا. المهم هذا غير شويه من التاريخ ديال هذه الجزيره، وكاين مجموعه من المآثير والمرافق اللي يمكن يزوروها السياح، بحال البير ديال لي زانسورجي والقنطره ديالو. هاد القنطره اللي حبسوها ولا منعوه الناس باش يدوزوا منها في 2013 وحيدوها كاع في 2022 في هذا العام هذا. من البنايات القليله اللي كاينه في هذه الجزيره ضيعه لاكواكول، وكاين فيها واحد المطعم اللي تقدر تذوق فيه فواكه البحر، وبالاخص اللميعه ولا لي زويتر اللي كيزرعوهم هنايا. كنقولوا كيزرعوهم لانهم كيحطوهم حتى كيكبروا، يعني كاين واحد الطريقه ديال الزراعه كتسمى زراعه فواكه البحر. كاين عاوتاني واحد الكومبينغ هنايا اللي تقدر تجي ليه بكومبينغ كار، هو كومبينغ لا غودوت. وعاد باش البنايات الاخرى كاين البرارك، مثلا دوك البرارك ديال الصيد، هاد البرارك ديال دوك الصياده اللي كيجيو كيزرعوا هذيك اللميعه وكيبقاو يقابلوها العام كامل، كيردوا ليها البال، كينقيوها وكيجمعوها في الاخر باش يبيعوها. وعاد باش كاين مجموعه من النصب التاريخيه بحال نوتر دام ملكه الشهداء. المهم هاد الجزيره عجبتنا، زوينه نقيه، تقدر تجي لها على رجليك، تقدر تجي لها بالطوموبيل، كدور فيها عندك نهار واحد دورو على رجليك، وبالطوموبيله حنا دوزنا تقريبا ساعه ديال الوقت درناها، شفنا بزاف ديال الحوايج. وهذه كتبقى من المناطق ولا من الاماكن اللي زعما عجبتني بزاف، وقررت انني نشاركها معكم. نتمنى ان هذا الفيديو عجبكم حتى هو، وعافاكم. ما تنساوش بلا ما نقولها لكم راكم عارفين. animation لا animation